أسهل حلا ممكن تعمليها في البيت من غير فرن ولا تعب وبمكونات كلها موجودة عندك. طعمها خيالي وشكلها يفتح النفس ومش هتاخد منك وقت خالص. جربيها وهتدعيلي. كل اللي هتحتاجيه لتر حليب، كوب سكر، نص كوب دقيق، نص كوب نشا. أول حاجة بنحط كل المكونات دي في حلة على البارد ونقلب كويس جدا قبل ما نولع النار علشان ما يكلكعش. وبعد كده بنولع نار متوسطة ونفضل نقلب لحد ما القوام يبدأ يتقل، وساعتها نضيف شوية جوز هند على الخليط نفسه وهو لسه على النار. أول ما القوام يبقى تقيل وكريمي زي المهلبية بنضيف معلقة زبدة وفانيليا ونقلب لحد ما يدوبوا كويس. ولو مش عندك زبدة ممكن تحطي معلقة زيت، هتدي نتيجة ناعمة وخفيفة. بعد كده بنصب الخليط وهو دافي في فناجين أو كوبايات صغيرة علشان ياخد شكل حلو وأنيق، وندخله التلاجة حوالي ساعتين أو لحد ما يمسك نفسه تمام. في الوقت ده بنجهز طبق فيه جوز هند، ولما الخليط يبرد بنقلبه من الفناجين وننزله في جوز الهند ونغلفه كويس من كل الجهات. ولو مش عندك جوز هند ممكن تستخدمي بسكويت مطحون أو حتى شوية كاكاو خام. وآخر خطوة بنزينه من فوق بشوية فستق أو أي مكسرات موجودة عندك، حتى الزبيب أو رشة قرفة هتدي شكل وطعم حلو. الوصفة دي بجد تستاهل التجربة، لأنها مش بس سهلة وسريعة، دي كمان اقتصادية جدا وطعمها ناعم وخفيف وتنفع تقدميها في أي وقت. جربيها وهتشوفي بنفسك.